انا بقى النهارده جايب لكم مكان تقريبا مفيش حد في القاهره وفي الجيزه ما اكلش من عنده. مكان النهارده نعمه. طالما قلنا نعمه يبقى لازم نتكلم على الشاورما المصري الاصيله، عشان نعمه من اوائل الناس اللي عملت الشاورما بالطريقه المصريه، شويه الطماطم على شويه البقدونس على شويه الطحينه اللي محطوط عليهم الخل، بتديك التيست بتاع الشاورما اللي ملوش حل. هتلاقي عندهم نوعين من السندوتشات، نوع شاورما محطوط عليه بقى الخلطه بتاعته المصريه ديت، ونوع ممكن تاخده ساده خالص من غير اي حاجه. المميز كمان عند نعمه ان التغليف بتاعه ما اتغيرش من ساعه لما اتولد، واوعدك كمان ان انت تاكل من عنده سندوتش برجر تحلف بيه لغايه دلوقتي. وعندهم كمان الكبده الاسكندراني مع شويه الفلفل الاخضر كده، وكمان عندهم صوابع الكفته المشويه على الجريل، وده بقى البارتيشن اللي بتستلم منه سندوتشات الفول والطعميه والبطاطس. وده مكان ممكن تقعد تاكل هناك، واتبسطت جدا جدا ان لقيت المكنه الماشين اللي عندهم بتاعت البيبسي والكولا فاضيه مفيش حد عليها. ان شاء الله ربنا ينصر اهلنا هناك. وبدات اول حاجه بسندوتش الفول، سندوتش بيزك جدا. العيش بتاع نعمه معروف خفيف، بس التتبيله بتاعت الفول والتحبيشه روعه، وطعمها ما اتغيرش من 30 سنه، هو نفس الطعم بالظبط. طبعا ما تنساش تطلب المخلل، عشان المخلل ما بينزلش مع السندوتشات هناك عند نعمه. سندوتش الفول زبده، الفول ناعم جدا وبيبظ من السندوتش. من الحاجات اللي مشهور بيها جدا نعمه سندوتش قرص الطعميه. السندوتش ده ب 8 جنيه بس حرفيا يخطف قلبك. هو طعمه مبقاش زي زمان، وقرص الطعميه بقى حجمه مش زي زمان، بس صعب تلاقي نفس الطعم دوت بره. ودخلت بقى على سندوتش البطاطس ب 12 جنيه، عليه شويه سلطه كده وحطيت عليه خياره وقطمت قطمه. الطعم كان جامد جدا. طالما عاملين مقاطعه يبقى مفيش غير ايه، زبيرو زباتس، والحمد لله لقيتها بسهوله في الكشك اللي جنبه، وكان سعرها عامل 12 جنيه. يلا بقى واحده واحده كده ندخل على التقيل. بدات اول حاجه بسندوتش البرجر. السندوتش ده كان عباره عن شريحه من اللحمه عليها قرص من البيض وشريحه من الجبنه الشيدر وقطعتين من الطماطم. خدت قطمه كده، الطعم الصراحه جامد جدا. البيض والجبنه والبرجر طعمهم حلو، عاملين ميكس كويس كده. بس الصراحه اللي ما عجبنيش الطماطم عايزه تتشوح شويه على النار قبل ما تتحط على البرجر. طعم البرجر من غير الطماطم احلى بكتير. ودخلنا بقى على طاجن المكرونه اللي باللحمه، سعره 45 جنيه. الصراحه السهل اكتر من كده بكتير. المكرونه مستويه كويس مش معجنه، اللحمه المفرومه روعه، طعمها خطير، توابلها خفيفه جدا. طعم المكرونه بالطاجن ده لا في حته تانية بجد. وزي ما قلت لكم سعره اقل بكتير من قيمته، لان كميه المكرونه وكميه اللحمه اللي فيه لا تقيله، عايز واحد كده يكون جعان قوي عشان يخلصه. خدت بقي من الاسباتس كمان، ودخلت بقى على اخر حاجه، ده تقيل خضره. التقيل ده ساده، خفيف اللي بخضره كمان. على قد ان سندوتش الشاورما طعمه مميز جدا، بس الصراحه سعره غالي جدا جدا على حجمه. اللقمه صغيره جدا، وكمان الحشو مش موجود، كميه الحشو قليله جدا على السعر دوت. سعره ب 45 جنيه، واللقمه بالظبط تاخدها على قطمتين 3. طعمها حلو، بس الصراحه الساده احلى منه بكتير، عشان انا مجرب الساده هناك في نعمه على طول. سعره اكبر بس فيه كميه لحمه اكبر بكتير. طعم بتاع الشاورما الساده لا بجد في حته تانية خالص، ده طعم مميز جدا. بس برضه من وجهه نظري السندوتش ده سعره غالي جدا، ما ينفعش يبقى سندوتش بالحجم دوت ويبقى سعره 80 جنيه. سلام.